الزمالك اعلن عن صفقتين جداد. اول حاجه وهو المهاجم عدي الدباغ، المهاجم الفلسطيني، وهو مهاجم صغير في السن وعنده كتير قوي يقدمه مع نادي الزمالك، وفعلا هنشوف كواليتي حلو، كواليتي مختلف. لعيب هداف، لعيب ستايله كويس، لعيب اشول، لعيب جميل جدا، وهيمتعنا ان شاء الله ان شاء الله في الدوري ده. تاني صفقة وهي أهم صفقة بعد شيكو بنزا، أو كمان نقدر نرتبها قبل شيكو بنزا، وهي صفقة خوان الفينا بيزيرا. اللعيب ده ممكن محدش كتير يسمع عنه، هو لعيب برازيلي، وطبعا كلنا متفاجئين ان الزمالك تعاقد مع اللاعب برازيلي، ودي حاجة جديدة علينا في الدوري المصري. ما افتكرش تقريبا غير كينو كان في بيراميدز، وكان لعيب جه في الاهلي في مره، بس انا مش متذكر اسمه الصراحه. جه ومشي ومحدش سمع عنه. لكن في حاجه ممكن مش الكل يعرفها عن اللعيب الجديد اللي في الزمالك جاي. اولا خلينا نتفق ان احنا هنقول عليه بزيرة على طول، تمام. بزيرة ده السنه اللي فاتت كان رقم 7 على العالم في المراوغات. انتوا متخيلين يعني ايه رقم 7 على العالم؟ في قايمة ضمت لامين يامال وديزري دوي ولاعيبة كتيرة جدا جدا صغيرة في السن، ولاعيبة كبيرة عالمية. كان اللاعب اللي احنا بنتكلم عنه اللي هو خوان بيزيرا. بيزيرا ده احتل المركز رقم 7 في المراوغات على العالم، وده رقم صعب جدا، وما اعتقدش ان حد جه الدوري المصري قبل كده حققه. طبعا ممكن كلنا مستغربين ان هو ليه جه الزمالك ما راحش نادي اكبر من كده. الزمالك طبعا نادي كبير ومحدش يقدر يختلف على كده، بس هنشوف مستوى.